يوم 21 ديسمبر هتنطلق النسخة 35 من كأس الأمم الأفريقية. البطولة هتقام في المغرب يوم 21 ديسمبر وهتنتهي يوم 18 يناير 2026، ومشاركة 24 منتخب متقسمين على 6 مجموعات. البطولة هتتلعب في 6 مدن مغربية، وهم أغادير وكازابلانكا أو الدار البيضاء، فاس ومراكش وطنجة والعاصمة الرباط. جو تلج. المهم يعني ان ماتشات البطوله دي هتتلعب في 9 ملاعب. بعد دور المجموعات هيصعد اول وتاني من كل مجموعه، زائد 4 احسن توالت عشان يكملوا 16 فرقه يلعبوا دور خروج المغلوب وصولا الى النهائي. النسخه دي من البطوله مشارك فيها 12 منتخب حصل على اللقب قبل كده، منهم حامل اللقب الاخير كوت ديفوار او ساحل العاج. يعني نص المنتخبات اللي شاركت في البطوله او المشاركه في البطوله دي قدرت ان هي تكسب اللقب قبل كده. 12 فرقه او 12 منتخب، وده المفروض يزود التنافسيه شويه او نتمنى يعني. المنتخبات دي هي كوت ديفوار حامل اللقب الاخير، المغرب، تونس والجزائر، نيجيريا، غانا، اثيوبيا، السودان، كونغو الديمقراطيه، جنوب افريقيا، زامبيا ومصر. فنجان المخلل يا جماعه، حسام حسن السفره المصريه. وليه رايكم في الكومنتات؟ اعمل حلقه عن كل منتخب ولا عن المجموعه ككل؟ قولوا لي برضو من رايكم مين المرشح الاكبر للفوز بالبطوله وليه. لو وصلت لحد هنا في الفيديو حابب اشكرك اشكرك. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفولو. اشوفكم الحلقه الجايه من الكامب السخان. سلام.